اليوم في الجنازة كلمني مصدر أمني ما نعرفوش قبل. لو أطلب مني قال راني نتبع فهمتني فيك وأنا نطلب منكم باش تشدوا صحيح في البيست، باش نعاود الكلام اللي قاله هو في البيست نتاع وزارة الداخلية. شديته فهمتي منيدو قلت له وضح لي الكلام اللي باش نقوله توا هو عبارة على بلاغ مفتوح نتوجه فيه في المباشر للسيد وكيل الجمهورية باش يفتح تحقيق في الكلام هذايا. قال لي اللي المسؤول المباشر على اغتيال شكري بالعيد هو السيد محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة. يقول لي السيد هذا اللي هو معين من قبل النهضة، من قبل السي حبيب اللوز، واللي هو ما هوش يخاف علاقته مباشرة بمون بليزير والخدمات اللي قاعد يقدم لهم فيها. قام في المدة المؤخرة بانتداب 20 شاب، وأنه الشبان هذوما ما وقعش إدراج الأسماء نتاعهم في سجلات وزارة الداخلية، يعني ما عندهمش ماتريكول. ويقول لي يوميا تجيهم ميني بيوس، والميني بيوس هذوما تهزهم من نهج يوغوسلافيا من قدام المقر نتاع الإدارة العامة للمصالح المختصة، يمشيوا يقوموا بتدريبات. يقول لي في ليزار مارسيو في فنون القتال وخاصة في التايكوندو، وتدريبات في الرمي في التير. ويقول لي الناس كل نتسائلوا على مستوى هالعباد هذوما ايش يعملوا لهنا وشنو هي طبيعه المهمه نتاعهم وعلاش يقع التعامل معهم بالطريقه هذه، ومنبهين عليهم انه باش حتى حد ما يدور بهم وحتى حد ما يكلمهم. واحد اليوم ثم سؤال على طبيعه الدور اللي يلعبه السيد محمد شمام. الرجل هذايا كان هو قائد التنظيم العسكري لحركه النهضه، وكان هو الوحيد اللي أفلت من المجموعة الأمنية وهرب قاعد عايش في الجبال نتاع الجزائر. وكان هو السيد هذايا على أساس أنه عنده مخططات نتاع اغتيالات وغيره. هذا الرجل اليوم موجود في وزارة الداخلية. شنو هو اللي يعمل غادي؟ الحاجة الثالثة، ثم تحقيق تفتح المدة اللي فاتت فيما يتعلق بشبكة نتاع سلاح ومرتبطة برجل أعمال، وعلى أساس أنه عندها قائمات تستهدف فيها مجموعة من التوانسة، وموقع نواة وربط صلة ما بين هالمجموعة هذه وما بين مسؤولين في وزارة الداخلية حول السيد وزير الداخلية. النقطة الأخيرة اللي باش نشير لها، وأنا سعيد بوجود زميلي سفيان فني بن فرحات معنا في البلاطو هذايا. زميلي سفيان في فيديو اللي هو خرج ومنشور أعطاه معلومة خطيرة ومعلومة هامة حول من مصدر من وزارة الداخلية، من كوميسار في وزارة الداخلية، على وجود قائمة واتصل به قبل ما يقع التنفيذ، وبعث له حتى SMS بعد ما وقع التنفيذ. وهنا رجعنا لها شوية باش تعطينا التفاصيل. للأنهاء أنه راهو سبق السي طاهر بن حسين وسبق السي الأزهر العكرمي أنهم تحدثوا على الاختراق النهضة لوزارة الداخلية. هذا العكرمي أعطاه بالأسامي، زاد 3 أسامي. وكان قبلهم أول واحد أشار النقطة ذي هو سي أحمد نجيب الشابي، لما تحدث عن وجود مسؤولين من النهضة في قاعة العمليات يساهموا في الإدارة.